هو الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا. صباح الخير. ما نمتش من بعد صلاة الفجر. دي حاجة كنت عايز أعملها من زمان، يعني إن أنا أفضل صاحي بعد الصلاة. هكتب شوية مهام كده نحاول ننجزهم النهاردة يعني بإذن الله، وتوكلنا على الله. ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. الله يقول وأن ليس للإنسان إلا طب ما دام أن ليس للإنسان إلا ما سعى. لما يجي الميت يموت ربنا أمرنا بأننا نروح نقف ونصلي عليه. نصلي عليه عشان نعمل إيه؟ علشان ندعو له بالرحمة. طب دعائنا له بالرحمة وصلاتنا عليه يجيب له خير أكتر من بتاعه ولا ما يجيبلوش؟ إن ما كانش يجيب له يبقى الصلاة ملهاش لازمة. طب وإن كان يجيب له يبقى مش من سعيه. نقوم نقول له لا، الآية لما قالت وأن ليس للإنسان إلا ما سعى له ان لم تفيد الاستحقاق والملكيه، انما تبقى حددت العدل انما لم تحدد الفضل. لما تيجي تقول للخادم عندك انت لك عندي 100 جنيه وبعدين جت اخر الشهر تديله 150، العدل انما ما حددتش الفضل. خلاص كده. وليه؟ اذا فلما نصلي عليه قلت ربنا بيتفضل بقى على خلقه، وبعدين اللي عملوه ياخدوا جزاؤه واللي اثروا فيه شويه يقوم الناس اللي ايه لما يصلوا عليه ويدعي له يجي له فضل من الله في حاجه زي ده. خلاص دي وربنا قال هي دي المناط، قل بفضل الله وبرحمته احسن من العمل بتاعي فضل الله وايه. حاول كده تحقق المساله اكثر شويه. هل انت صليت على كل ميت؟ امال صليت على مين؟ على المؤمن. طيب اذا اللي خلاك تصلي عليه ايمانه بتاعه ولا مش بتاعه؟ يبقى وان ليس للانسان الا ما سعى. صلاتك عليه ودعاؤك له لانه ايه؟ لانه مؤمن. وأنا بقرأ في كتاب فكر كأنك طبيب نفسي عجبتني المقولة دي. الكاتب بيقول: كما أن من أهم فوائد البحث في شخصيات الآخرين أن نتعرف على أنفسنا بشكل أفضل، فعدم فهمك لنفسك يعني أنك لن تعرف السبب وراء تصرفاتك، وقد لا تستطيع أن تعرف السبب الذي أوصلك إلى ما أنت عليه الآن، والأهم أنك لن تتمكن من حل شفرة احتياجاتك ورغباتك أنت شخصيا في مختلف مواقف الحياة. وإذا لم تفهم نفسك فستكون كمن يترك نفسه تنطلق محلقة هكذا في الفضاء كل يوم على سجيتها من دون مبادئ تحكمها. الساعة دلوقتي 12 و 16 دقيقة. المواعيد اللي أنا حددتها يعني الالتزام ما كانش أحسن حاجة، لكن المهم الفكرة. مش لازم الواحد يبقى مربوط بالدقيقة والثانية وكده. أنا كده يعتبر خلصت التاسكات اللي أنا كنت مقسمها قبل العصر كلها، والحمد لله اليوم ماشي كويس جدا لحد دلوقتي يعني. بس الطاقة بدأت تفصل شوية، خاصة إن أنا خدت التمرين بدري شوية. لو كنت بدلت القراية مثلا والمتابعة وكده قبل التمرين كان هيكون أفضل. فالمهم أنا ليه صاحي بدري النهاردة أساسا وبشتغل من الصبح كده. أنا في العادي بصحى برضو بدري بس على الساعة 8 9 ولا حاجة في مواعيد الشغل وكده. قلت أستغل إن في أجازة. الروتين دوت أنا حابب إن أنا أجربه من زمان، يعني لعل أعرف أطبقه وأظبط نومي واطبقه بعد كده حتى في مواعيد الشغل، يعني ان انا اصلي الفجر وافضل صاحي اقضي اليوم وهكذا. ليه اساسا يدوس على نفسه ويجي كده ويقعد من الفجر بقى واليوم يبقى طويل وكده؟ لعل وعسى تصيبنا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وفي المقولة بتاعت بنيامين فرانكلين اللي هو أحد مؤسسين الولايات المتحدة واللي هو صورته على الدولار، اللي بيقول فيها early to bed early to rise makes the man healthy wealthy and wise. تنام بدري تصحى بدري ده هيخليك healthy صحتك أحسن، wealthy غني، wise تكون حكيم. التاني برضو بيقول whoever wakes first finds the gold. اللي بيصحى الأول بيلاقي الدهب. دايما الناس تقول ساعة الرزق دايما موجودة في أول النهار وفي الصبح وهكذا، فلعلنا نتعود على حاجة زي كده. هعمل آخر تاسك بالنسبة لي، هتابع سوق الأسهم وناخد لنا قيلولة صغيرة كده ونرجع نكمل باقي التاسكات.
دايما كان بيشغلني فكرة إن أنا عايز أشغل فلوس أو أعمل حاجة اسمها الدخل السلبي، فبدأت أدور شوية وتوصلت إن سوق الأسهم تقريبا من أحسن الحاجات اللي الواحد يستثمر فيها فلوسه، وبدأت أتعلم تقريبا من سنة كده والمهم إن الموضوع كويس يعني، وببدأ أتعلم وأتابع إزاي بس بقرا الشركات وإزاي بتعرف على القوائم المالية بتاعة الشركة، وبعد كده بقرا التشارت بتاع كل شركة وبس كده. بشوف لو في فرص مناسبة وتحليلات مناسبة على الشركة ديت ببدأ أدخل فيها. الموضوع كويس جدا يعني، ممكن تدوروا فيه وإن شاء الله يفيدكم. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ب80 واخره كام؟